تعالي نقولك ازاي ممكن تعملي كيكة روانة بطريقة سهلة وتطلع معاكي هشة وجميلة وكل اللي يدوقها يعجب بيها. أول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ونعمل أول حاجة الشربات، عبارة عن كوباية سكر عليها كوباية ونص مية. ده معيار ثابت للشربات، كل كوباية سكر بتاخد كوباية ونص مية. انتي بتعمليه على حسب الرغبة، ممكن تحطي كوبايتين سكر بتحط عليهم 3 كوبايات مية. المهم ان هي كل كوباية سكر بتاخد عندك كوباية ونص مية. بعد كده الحاجة التانية عشان الشربات ينجح معاكي ما تقعديش تقلبي فيه كتير، يدوب تقليبة خفيفة وبترفعيه على عين البوتاجاز وتسيبيه لغاية ما يبتدي يغلي. اول ما يبتدي يغلي معاكي بتروح حاطة نقطة ليمون، عصرة ليمون، وبتحطي فانيليا عشان الريحة بتاعته تبقى حلوة ومميزة. ما بتلعبيش فيه تاني لغاية ما تحسي ان هو بعد كده بدأ يغلي واستوى وبدأ يتقل معاكي. طبعا الشربات بتاع الروانة ما بيحبش ان هو يكون شربات تقيل، يعني مش زي الشربات البسبوسة او الكنافة، لا بيكون اخف شوية. لذلك احنا لما هنحطه على النار هنسيبه يغلي شوية بس ما يوصلش لمرحلة التوج، يكون القوام خفيف. عشان الروانة دي نوع من انواع الكيك فمفروض ان يكون شرباتها خفيف مش زي شربات البسبوسة. بعد كده هندخل على المكونات. عندي ربع كوباية من الزيت، نص كوباية من السكر، عندي كوباية من البسبوسة، كوباية من الدقيق، عندي 4 بيضات، عندي كوباية صغيرة من جوز الهند، عندي كوباية كبيرة من الزبادي، وطبعا عصرة الليمون اللي بننزل بيها على البيض. هنجيب العجان، اول حاجة هننزل فيها بالبيض، وبعد كده هننزل بجوز الهند والسكر. طبعا انا ليه حطيت المكونات دي؟ اول حاجة لازم البيض والسكر يدوبوا مع بعض خالص بحيث ان هما يعملوا لنا قوام كريمي، ويتضرب لغاية ما تحس ان البيض ده عمل كريمة. لاني لو السكر ما اتضربش كويس بيخلي الكيكة معاكي تهبط في الفرن وفي نفس الوقت بيبان في الطعم. فلذلك اول حاجة نهتم بيها ان احنا نضرب البيض مع السكر فترة كبيرة خالص لغاية ما نلاقي ان السكر داب خالص وسط البيض ما بقيش لي اثر نهائي. واصلا مع كتر الضرب هتبص تلاقي ان البيض ده اتحول للون ابيض فاتح وعمل قوام كريمي. وهننزل بعد كده بربع كوباية الزيت اللي احنا حطيناها. طبعا احنا ما بنكترش زيت في الروانة، الكيك بيتحط له نص كوباية زيت، لكن الروانة بيتحط فيها ربع كوباية زيت عشان خاطر لما بتتزج بالشربات ما يبانش فيها اثر الزيت. وبعد كده بننزل بعلبة الزبادي وبنشغل المضرب عليهم. على فكرة ممكن اصلا ما تستخدميش مضرب كهرباء، ممكن تستخدم المضرب يدوي عادي. انا معظم الاوقات اصلا بشتغل بمضرب الكهرباء العادي. وبعد كده بنزل بكوباية الدقيق، وبنزل كوباية البسبوسة، وبعد ما اتأكد ان هم اختلطوا في بعض بحط كيس بيكنج باودر، لان هي طبعا اصلا كيكة روانة، يعني هي اصلا كيكة فبستخدم لها البيكنج باودر والفانيليا عادي خالص زيها زي اي كيك. وعلى فكرة كيكة الروانة من اسهل الكيكات اللي ممكن تتعمل، بسيطة وما بتاخدش معاكي وقت، ب10 دقايق بالظبط بتكوني خلصتيها. كل الفكرة ان هي جميلة وطعمها حلو وممكن تمشي معاكي كنوع من الحلويات بدل ما انت تشتري من برا، لان طبعا مع غلا الاسعار اللي احنا وصلنا ليه والاسعار بقت عالية خالص حاليا، بالنسبة لي ان انا اعمل كيكة روانة تقعد عندي في البيت ياكلوا منها العيال كنوع من الحلويات احسن ما اشتري كل شوية من برا حاجة بالشيء الفلاني. وزي ما قلت لك مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت بتنجح معاكي من اول مرة، بس انت تتبعي التعليمات بتاعتها كلها. بعد ما خلصنا الضرب جبنا صينية مستطيلة نزلنا فيها كل العجينة. وطبعا انا كنت مشغلة الفرن من بداية شغلي على درجة حرارة 210 من فوق ومن تحت. مجرد ما بحط الكيكة لا بفصل من فوق بستكفى من تحت بس. الكيكة الروانة بتاخد اقل من الكيكة العادية، يعني بتاخد من 25 دقيقة ل 30 دقيقة.
وبتكون استوت معاكي. تشغلي عليها الشواية دقيقتين بحيث ان هي تاخد اللون الذهبي. اول ما تطلع عندك من الفرن دي بعد ما طلعناها تقلبيها على طول وتزجيها. طبعا عندك الشربات ساقع لان احنا عاملينها من الاول، بس هي سخنة. واحد فيهم لازم يكون سخن وواحد يكون ساقع، يا اما الكيكة يا اما الشربات. وبتزجيها كلها. انا بطبيعتي بحب الشربات كتير فيها فهحط الكمية كلها. لا انتي ما بتحبيش الشربات كتير بتحط نص الكمية، بس انا بحب بصراحة ان هي تكون طرية والشربات يكون واضح فيها. وبعد كده بنستخدم جوز الهند لتزيينها، لان هي اصلا كيكة الروانة عبارة عن كيكة جوز هند. بيبقى في القلب العجينة جوز هند وبتزين بجوز هند. وممكن لو عايزة تزينيها برضو بفرماسيل براحتك، بس انا ما بحبش الفرماسيل لا انا ولا اولادي، فلذلك بستخدم جوز الهند. تعملي فيها شكل بسيط ما بتاخدش منك مجهود. لا انتي مش من محبين جوز الهند الزيادة ما تحطيش. ممكن برضو تحط عليها فول سوداني او اي نوع مكسرات انتي بتفضليه. بعد كده بتحتفظي بيها في التلاجة عشان خاطر طعم الشربات ما يغيرش، يعني ما تسيبهاش من برا في علبة التلاجة. بتحتفظي بيها برضو بتحطيها في علبة بتكون محكمة الغلق عشان ما تنشفش معاكي، تقعد معاكي يعني ممكن اكتر من 4-5 ايام يعني. اعتقد هي اصلا مع العيال ما بتاخدش يوم واحد، وهي اخف من البسبوسة في الحلويات. تجمع بين الاتنين، بين الكيكة والبسبوسة. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون استفدتوا من الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو استفدتي من الفيديو ما تبخليش عليا ان انت تعملي لي لايك، تعملي لي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. كنتم مع قناتكم صناعة السعادة أم كيان.